الحقيقه كل القوى المناضله اللي كاينه في البلاد يعني مستاءه من الاوضاع اللي آلت لها بلادنا. هذا التأزم ديال الاوضاع، هذا غلاء المعيشه، هذا التدهور المستمر ديال القدره الشرائيه، المغاربه ما بقاوش قادرين. ولكن في نفس الان كاين واحد شبه حوار اجتماعي اللي ما كتطبخ منه حتى شي حاجه، فيه تمويه، فيه يعني ربح الوقت، في الوقت اللي كنلقاو الدوله غاديه بواحد السرعه اللي هي كبيره في الفتح ديال البلاد، في الخوصصه ديال القطاعات المهمه، من صحه، من تعليم، من كهرباء، من ماء. وحنا كنتسائلوا فين غادي هذا الشيء، وحنا كنشوفوا الفساد غادي مستمر، وانه كاين هناك الزواج ديال السلطه وديال المال. الناس تغنات في الوقت اللي المغاربه تفقروا، في الوقت اللي الطبقه المتوسطه اختفت، في الوقت اللي العمال ما عمرهم ما كلاو العصا والدق بحال هذا الوقت هذا، في الوقت اللي الموظفين لقاو الاجور ديالهم مجمده من هذه 40 سنه ولاو حتى هما ضمن الفقراء. اذا حنا كنتسائلوا اليوم هذه الدوله المغربيه اللي يعني غاديه بنا لهذه المنحى حتى لين، وكيفاش انها تسد ودنيها وعينيها على الاوضاع المترديه ديال 90% ديال المغاربه. راه الفوارق الاجتماعيه اتسعت، راه التقارير ديال المندوبيه الساميه للتخطيط كتكلم على توسيع دائره الفقر واتساع الفوارق الاجتماعيه، راه التقارير ديال مجلس اعلى الحسابات كيتكلم على الفساد. الناس فاسدين في المجالس المحليه، في الجهات، في الوزارات، في كل مكان، في البرلمان. فين غادي حنا بهذه المؤسسات الفاسده؟ وشكون اللي غادي يخدم المصلحه العليا ديال هذه البلاد؟ ولا حنا امام واحد يعني مجموعه مفترسه كتخمم غير في راسها ونسات هذا الشعب اللي هو اللي ناضل باش نخرجوا فرنسا اللي هي داخله لينا بصباطكم باشكال اخرى، ودول اخرى حتى هي داخله فينا اليوم تتنهب الماء ديالنا، الخيرات ديالنا، وكتبغي تستعملنا حنايا كبشر غير بحال عبيد. اذا حنا امام الغطرسه ديال استعمار جديد، ولكن امام دوله اللي هي غاديه فاشله وضعيفه ولا تدافع عن هذا